الكيكة مالتنا اليوم مال وحدة تحب الكيك بس تتعاجز تسوي. سويت اليوم أسرع كيكة بالطاوة تيفال على الطباخ مو بالفرن. عندي بيضة وحدة خفقتها بالخفاق اليدوي، بعدين ضفت فوقاها 3 ملاعق كبيرة من الزيت. أنا استخدمت زيت الزيتون. وبعدين ضفت 3 ملاعق كبيرة من السكر وملعقة كوب فانيلا، واستمريت بعملية الخفق لحد ما تجانست المواد. وهسه راح أضيف نص كوب حليب، وأنا اليوم استخدمت حليب اللوز. وبالنسبة للمواد الجافة عندي كوب طحين وكيس بيكنج باودر وذرة ملح، خلطتهن وراح أضيفهن فوق المزيج. وهنا استمريت بعملية الخفق لحد ما اتجانست المواد. هيئت نص كوب من الجوز وكسرته إلى قطع صغار وضفته للمزيج. حبيت أقول ملاحظة بنات، هنا الطاوة نحتاجها يكون قطرها 20 سنتيمتر وتكون طاوة غير لاصقة، ويفضل تكون تيفال. وإحنا متعودين بشكل عام نمسح وجه القالب أو الطاوة إما بزيت أو دهن أو راشي. اليوم لا زيت ولا دهن ولا راشي، وإنما مسحت وجه الطاوة بزبدة الفول السوداني. وبعدين سكبت المزيج بالطاوة، غطيتها وخليتها على الطباخ على نار هادئة لمدة تقريبا 20 دقيقة. وهنا بعد مرور 20 دقيقة راح أقلب الكيكة على الوجه الآخر وأتركها على نار هادئة أيضا لمدة 5 دقائق. بعدها راح تكون كيكتنا الطيبة والسهلة والسريعة جاهزة للتقديم، وألف ألف عافية. ولي هنا وانتهت وصفتنا. انتظروني بوصفات جديدة قادمة إن شاء الله، بس لا تنسون إذا عجبكم هذا الفيديو تدوسون على زر اللايك. استودعكم الله مع ألف ألف سلامة. مليانة جوز طبعا، مليانة جوز.